الدخيلة. لو الإسكندرية هي الميناء التاريخي، فالدخيلة هو الميناء الصناعي الحديث اللي اتعمل عشان يشيل الشغل التقيل اللي البلد بتكبر بيه. الدخيلة مش ميناء عادي، الدخيلة متخصص في الحاويات وفي الصب الجاف وفي استقبال السفن اللي محتاجة غاطس كبير. يعني ببساطة ده المكان اللي يستقبل اللي الإسكندرية ما يكفش له. وهنا تظهر المحطة اللي تعتبر نقلة ضخمة، محطة تحيا مصر الجديدة. محطة اتبنت بمعايير عالمية وبتعتبر واحدة من أقوى محطات الحاويات على البحر المتوسط بالكامل. مش مجرد تطوير، دي منصة بتزود الطاقة الاستيعابية للميناء بشكل غير مسبوق. لكن الجزء الأهم هو إن الدخيلة بقى الجسر اللي بيكمل خطة الربط بين البحرين. إزاي؟ البضايع اللي بتيجي على السخنة من الخليج والهند وشرق آسيا كانت زمان بتاخد أيام في النقل، وكانت الشبكة الداخلية مش مؤهلة لنقل حجم ضخم بالشكل ده. لكن النهاردة الدخيلة هو أول نقطة استلام رئيسية للبضايع اللي طالعة من السخنة عبر طريق شرق-غرب. البضايع تتحرك من السخنة إلى محور 30 يونيو إلى الطريق الساحلي الدولي إلى مباشرة للدخيلة. رحلة كانت بتاخد زمان يومين وتعب، دلوقتي بقت ساعات. وده معناه إن السخنة بتستقبل والدخيلة بيكمل. السخنة محور البحر الأحمر، والدخيلة امتدادها الطبيعي على المتوسط. وده كمان اللي مخلي الدخيلة الميناء الأساسي لاستقبال الشغل الصناعي: حديد، أسمنت، حبوب، مواد خام، مكونات تصنيع جاية من الشرق عشان تصدر تاني من الإسكندرية أو الدخيلة أو تدخل المصانع في الدلتا. بكده الدخيلة مش مجرد ميناء جديد، الدخيلة هو العقدة اللي بتمسك خطة النقل كلها مع بعض، من البحر الأحمر للسخنة، ومن السخنة لحد قلب المتوسط. وده بيخليه فعلياً الميناء اللي بيكمل اللي بدأته السخنة، وبيفتح الباب لقدوم الموانئ الأكبر شمالاً.